مساء الخير. تعالوا نبدأ سكتنا بعنوان الاتساع. صحيح إن أنا أكون بنمو وبكبر وبنضج، دي حاجة صعبة، لكن حقيقي العكس بتاعها أصعب بكتير جدا حتى لو أنا فاكر إنه أسهل. النضج والنمو بيحتاج مني إني أوسع مداركي شوية، إني أرضى بإني أشوف حاجات لأول مرة من زاوية مختلفة عن اللي أنا متعود عليها. من أكتر الحاجات اللي توقف مسيرة نموي وبتمنع احتمالية إن أنا أنضج بتفكيري وبطريقة إدارتي لمشاعري وطريقة نظرتي للأمور هي إني ما كنش راضي أغير وجهة نظري، إني ما كنش راضي أبص لنفس النقط والأمور من زوايا مختلفة، إني ما كنش قابل إن ممكن حد تاني يكون شايف الحاجة بزاوية أدق مني أو أفضل مني. بتبقى مصيبة لما يكون بالنسبة لي كل الحاجات يابيض يسود، وفي الأغلب الناحية اللي أنا فيها هي الأبيض. أنا دماغي وطريقة تفكيري وطريقة نظرتي للأمور اتكونت خلال السنين اللي فاتت بناء على حاجات كتير أنا عديت بيها، بناء على تجارب فيها تجارب كانت مؤذية بالنسبة لي وتجارب مفيدة. لكن خلينا نوصل في الآخر لأنه مفيش أي حاجة تضمن لي إن الطريقة اللي دماغي وطريقة تفكيري اتكونت بيها هي الطريقة الأصح أو الطريقة اللي ينفع أقيس عليها طول الوقت باقي الناس. ساعات كتير بيكون اللي معطلنا وتعبنا مش الأحداث اللي حوالينا والظروف اللي حوالينا على قد ما طريقة تفكيرنا وطريقة نظرتنا للحاجات هي اللي بتكون تعبانة أكتر. مش بقول إن ده معناه إنه الدنيا حوالينا حلوة جدا وزي الفل وإحنا بس اللي باصين للدنيا بشكل تعبنا، مش ده قصدي. أكيد حوالينا تحديات كبيرة جدا، أكيد الدنيا حوالينا مش مثالية خالص، وأكيد في تحديات بتقابلنا طول الوقت بتعطل وبتتعب. لكن القصد هنا إن غالبا الحل مش بيجي الأول من تغيير الظروف اللي بره على قد ما بيجي من جوه. أنا ببص للدنيا إزاي، أنا تسلسل تفكيري في التحديات إزاي، أنا طريقة إدارتي لمشاعري عاملة إزاي. المشكلة الكبيرة إن لو فكرت إن الحل هيجي الأول من تغيير الظروف، إني بعيش حياتي كلها بهرب من ظرف للتاني، بهرب من تحدي للتاني، وكل ما بواجه تحدي جديد بقابله بنفس شخصيتي القديمة، بنفس طريقة تعاملي القديمة، فما بتطورش وبحس إني طول حياتي مضطهد من الظروف والأحداث والأشخاص اللي بقابلهم. فلما بواجه نفسي بشجاعة وأحاول أفهم إيه الحاجات اللي جوايا أنا فعلا اللي محتاجة تتغير، ساعتها كل تجربة بواجهها بنضج أكبر، بواجهها بطريقة تساعدني أتعلم من التجربة دي أكتر من التجربة اللي فاتت، تساعدني أكون حتى التحديات بالنسبة لي عبارة عن خطوات حتى لو كانت نتيجتها الفشل. الفشل في تجربة واحدة مش بيقول إن أنا شخص فاشل، الفشل في تجربة واحدة لو أنا استقبلته بعقلية متعلمة، التجربة دي هتفيدني في التجربة الجاية، هتفيدني في المستقبل، هتودي تكوين شخصيتي في حتة جديدة. اللي عاوزين نقوله النهاردة باختصار كخطوة أولى إني محتاج أقبل إني وارد أكون غلط، وارد أكون طول السنين اللي فاتت كنت بحكم على الأمور بطريقة مش الأفضل أو مش الأدق. وارد إني ما كنتش شايف الشخصيات بشكل صح، وارد إني كنت بفسر المواقف بناء على طريقة تفكير ومعتقدات عندي هي اللي مخلياني أفسرها كده. مش دايما العيب بيكون في الحاجة اللي قدامي أو الشخص اللي قدامي. قبولي للفكرة دي وقبولي للمبدأ ده هو اللي هيساعدني أخد أي خطوات فيها تطور لشخصيتي أو طريقة تفكيري. من غير النقطة دي مفيش تطور، مفيش احتمالية لإني أكون أحسن، لأني واثق قوي من نفسي لدرجة بتخليني قافش في الوضع الحالي اللي أنا فيه، قافش في طريقة تفكيري وطريقة حكمي على الأمور. يبقى أنا محتاج في البداية إني أقبل أبص لنفسي بنظرة متسعة شوية عن العادي. أنا أقدر أكون غير اللي أنا كنته في الفترات اللي فاتت، أنا أقدر أستكشف في نفسي قدرات ما كنتش مكتشفها قبل كده، أنا أقدر أتخطى الفشل اللي أنا عديت بيه واكتشف في نفسي نقط قوة تساعدني أعيش المستقبل بشكل مختلف، حتى لو هتعلم من خلال تجارب متعبة شوية. محتاج أقبل إني أتوقع من نفسي غير اللي أنا متعود عليه، ما تحبسش في الماضي بتاعي. رقم 2، محتاج إن أنا أبص باتساع للناس اللي حواليا، أبص لهم من منطلق إنهم ممكن يتغيروا، إن اختلاف شخصيتهم عني لو اتقابل بوعي منهم ومني هيكمل اللي ناقص عندي. مش دايما اختلاف الشخصيات واختلاف طرق التفكير بيبقى لازم يتحول لخلاف. احنا بس اللي في ثقافتنا بنعتبر انه اختلافك عني او اختلاف طريقة تفكيرك عني دي حاجة بتهددني وبتهددك. هي الحقيقة بتكون تهديد بس لو انت او انا او احنا الاتنين
ما عندناش الحد الأدنى من الوعي. إنما في حالة إن إحنا عندنا الوعي البسيط المبدئي لفكرة الاختلاف، وإن كل حد فينا يقدر يحترم اختلاف التاني ويقدر يراعي اختلاف التاني، فحقيقي الاختلاف دوت هيتحول لنقطة قوة. رقم 3، محتاجين إن إحنا نكون بنبص باتساع أكبر للمعتقدات بتاعتنا اللي بقالها سنين. نراجع بالراحة كل حاجة إحنا كنا متأكدين منها جدا. مفيش مشكلة إن إحنا نراجع طريقة تفكيرنا، مفيش مشكلة إن إحنا نطلع وندرس نتعلم عن كل حاجة وكل الأفكار، ونستخدم النعمة اللي ربنا اداها لنا اللي هي العقل في إننا نقيم الأمور ونشوف إيه من المعتقدات بتاعتي كان فعلا بيساعدني أطلع لقدام وأتبني صح، وإيه منها اللي كان معطلني فمحتاج إن أنا أطوره وأتعامل معاه بشكل مختلف. شكرا على وقتنا مع بعض، وأشوفكم على خير المرة الجاية.